بصوا السنان عامله ازاي، وحش وحش. بصوا السنان وحش. بصوا الحنك، بصوا يا ابني تاكل اكبر من حجمها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم اخوكم سعد الحمراوي. قبل اي حاجه صلى على النبي، صلاه النبي هي مكسبي. ديت انا مسميها وحش الاعماق. وحش ايه؟ الاعماق. ليه؟ شوف بص، السمكه الوحيده اللي هي ممكن تاكل قد وزنها. شوف بصوا يا ابني اسنانها كده. شوف بصوا السنان عامله ازاي، وحش وحش. بصوا السنان وحش. بصوا الحنك، بصوا يا ابني تاكل اكبر من حجمها. وحش من جوه. ديت اسمها ايه بقى السمكه ديت؟ علميا بيقولوا عليها الراهب. علميا اسمها الراهب. تمام. هنا الصيادين اللي هي بتصطادها، عشان ديت سمكه نادره خالص، نادره يعني. الناس اللي بتصطادها بيصطادوها على اعماق جامده. اسمها لا مؤاخذه سمكه القرد. سمكه القرد. السمكه دي بتعيش على اعماق يعني جامده خالص، ما يجيبهاش الا مراكب الجر الكبيره اللي هي بتشتغل على اعماق كبيره جدا. تمام. شوف بصوا الريشتين دول هم دول سبحان الله. الريشتين دول بينوروا، بتطلع نور من هنا كده زي الاباجوره، وهي بتبقى تحت على الارض نفس لون الارض. هي عامله زي الطعم اللي يجي ياكل الحاجه دي اللي هي منوره ديت، هي تقوم فاتحه واكلاه. في الغرق الجامد السمك ده اعمى، بيبقى اعمى ما بيشوفش. بنا عاطيله جهاز زيه زي حكايه الخفاش كده. بصوا الصباح عامله ازاي. تعال يا ابني. بصوا الزعانف. انت لما تيجي تاكل، بصوا هي واكل ده ايه في بطنها، واكله سمك. بص سمكه. بالنسبه لاكلها، هي لحمها يشبه الكابوريا، يعني في شبه من الكابوريا. بس انت بتاكل ايه فيه؟ بتاكل جيل هنا. ده كله بيترمى. يعني السمك لو هي 2 كيلو مثلا تصفي التلت. السمكه تصفي ايه؟ التلت. شوف بصوا عينيها مفلطحه بحيث ومن فوق هنا بني غامق بحيث ما تتشافش. وتابعوني ان شاء الله، كل جديد هنزل لكم اول باول. ما تنسوش الصلاه على النبي، الصلاه على النبي مكسبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.